السلام. اليوم غادي نشارك معكم تحليه بالطبقات، تحليه بالبسكويت وطبقه ديال الحليب مع الشكلاط مع واحد المكون اخر، ومع طبقه ثالثه ديال الليمون كتجي رائعه رائعه رائعه، مع بعض الاضافات من طبيعه الحال، ماشي كيف ما الطريقه العاديه ديال المهلبيه، غنديروا طريقه يعني مختلفه شويه من النكهه. وهذا ما كان، كنتمنى تنال اعجابكم ولا عجبتكم. ما تنساونيش من لايكات، بزاف بزاف ديال اللايكات باش الفيديو ديالي يطلع يشوفوا بزاف ديال الناس. نبداو في مقادير طريقه التحضير. نديروا اول حاجه الطبقه ديال البسكويت. من طبيعه الحال البسكويت كيبقى على حسب الحجم ديال المول، ولكن هنا عندي 150 غرام ديال البسكويت مع 50 غرام حتى 70 غرام ديال الزبده، يعني يحتاج لكم ما بين 50 غرام حتى 70 غرام ديال الزبده. انا غادي نخدموا في هذا المول اللي كنصاوبوا فيه لي طاغط واللي كنصاوبوا فيه لي كيش، وغادي نقدمهم معكم حتى في هذا الكؤوس ديال اللي كنصاوبوا فيه التحليه. اول حاجه غادي نمشي ندوب بالزبده كيف ما قلت لكم. تقدر تاخذ لكم بالنسبه 150 غرام ديال البسكويت ما بين 70 حتى 50 غرام. ودابا غادي نطحن البسكويت اولا غادي يعني نضربو بحال هكا بالدلاك في بلاستيكه، المهم نطحنوه بحال هكا وصافي. غادي نبدا نضيف الزبده تدريجيا. بالنسبه للكونتيتي ديال البسكويت اولا نوع البسكويت كديروا اي نوع ديال الصابلي بغيتو نتوما، المهم يكون نوع صابلي يعني اللي كيشرب الزبده ما فيه لا شوكولاط لا والو. وكنبقاو نضيفوا ليه بحال هكا الزبده تدريجيا، وطبيعه الحال الكونتيتي على حسب الكبر ديال المول. بالنسبه للمول اللي استعملت انا فيه 22 سنتيم. غادي ندخل الزبده كما كتشوفوا بحال هكا في البسكويت. ومن طبيعه الحال انا ما كنبغيش نكثر شويه ديال الزبده، الا كنتم من النوع اللي ما كيبغيوش الزبده تقدروا تعوضوه بالحليب نسلي. صافي هنا غادي ندهن المول اللي غادي نقدم فيه، وضروري دهنوه من الجناب. تقدروا البنات ديروا داك المول ديال الزاج ديال بايركس حتى هو كيبين الطبقات، وغادي تقدموا فيه مباشره، المهم لكم الاختيار. هذا غير باش يسهل عليا ملي نبغي نقدمها، غادي نهزها وكتجي زوينه. صافي دابا غادي ندير الطبقه ديال البسكويت وكنضغط دائما. نديروا الطبقه وضغطوا، تقدروا تغلظوها ديروها رقيقه على حسب الذوق، يعني نتوما اللي كتحكموا في الكميه اللي غادي تضيفوا. وهنايا درت الكاس يعني القاع ديال الكاس، وبقيت كنورك بحال هكا باش يعني باش يشد ملي ندخلوا للفريغو اولا الثلاجه يجمد يكون متماسك. واهم حاجه البنات انكم توركم من الجنيبات الا كان عندكم فيه المول مورد بحال هذا. انا غادي نوريكم كيفاش. غادي تاخذوا المعلقه وتبقاو توركوا من الجناب باش هكا ملي تهزوها، ملي تهزوا التحليه ديالتكم ما تفرتش لكم البسكويت بحال هكا كما كتشوفوا. المهم غادي نستمروا في التقادير ديال البسكويت. هو هذا دابا غادي نديه للثلاجه، غادي نديرو في الفريغو. وهنا غادي نقاد في الكيسان اللي غادي نقدم فيهم. بالنسبه للكيسان يعني ما تحتاجوا لا توركوا لا والو، غير ديروه قادوا الشكل ديالهم بحال هكا فقط. كيجي الشكل ديالهم زوين في الكؤوس الصراحه، حتى في المول الكبير اللي بالحجم العائلي حتى هو كيجي زوين 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 بزاف. قادوهم بحال هكا، وهما هادو الشكل ديالهم. هادو ما غنديرهمش في الثلاجه يعني ماشي مشكل لانني ما غاديش نهزهم. ودابا غادي نصب اول طبقه. خديت نصف لتر من الحليب، غادي نضيف عليه الحليب ديال بيريسيما اولا بحال نيسلي. الا كان متوفر عندكم نيسلي ديروا 2 ديال المعالق كبار حتى 3. ما كانش متوفر غديروا هذا، ما كانش هذا ماشي مشكل، غادي نعوضوه بالشوكولاط ابيض. و2 معالق ونصف ديال السكر، تقدروا ديروا 3. 2 معالق كبار ديال النشا. المهم كيف ما قلت لكم الا ما كانش عندكم هذاك بيريسيما اولا هذاك الحليب اللي كيكون سائل كيتباع في الكانيطات ديال الحديد، كنديروهم الخليط كنديروه فوق من البوطه حتى كيختار لينا على افيم لينا. من بعد كنضيف عليه واحد 40 غرام ديال الشكلاط اولا اللي متوفر عندكم، يعني القياس على حسب نتوما اللي بغيتو. وكنحركوا بحال هكا ونعاود نردوا فوق نعاودوا هذاك البيريسيما تعوضوا بالنسلي. لما كانش عندكم 2 صفر غادي تكتفيو بالشكلاط ابيض. كنديروا واحد الطبقه بحال هكا وكنوزعوها من الجناب هي الاولى هكا باش غادي يكون الشكل ديالها واضح. وغادي نديرها حتى من الوسط بحال هكا. المهم كتركبوا الخليط الاول بحال هكا وتقادوه. تحركوا المول ديالكم باش يجيكم الشكل من الفوق متساوي. ودابا غادي نجيو نصايبوا هادو اللي فوق الكؤوس، عفوا اللي ديال الكؤوس تحيه الكؤوس. غنديروا القياس اللي بغينا بهذه الطريقه، وغادي نخليهم على جنب ونمشيو نوجدوا الطبقه الثالثه اللي هي ديال البرتقال. بالنسبه للبرتقال المهم كنحركوا الكيسان بحال هكا. بالنسبه للبرتقال البنات تقدروا تاخذوا ديال العلب تردوا البال. بالنسبه للحلاوه هنا عندي نصف لتر من البرتقال اللي معصور في الدار، يعني الليمون عصره في الدار. قشره ديال البرتقاله والميه يعني واحد المعلقه صغيره كيعزز النكهه. وغادي نضيف 2 معالق كبار ونصف ديال السكر، كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا 3. و2 معالق كبار مملوئين جيدا ديال النشا كيف ما درنا في الاول. 2 معالق كبار ديال النشا في الحليب و2 معالق كبار في البرتقال. نحركوهم مزيان 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 مزيان. بالنسبه للون الا كان عندكم ملون صناعي غادي ديروه باش يتعزز لكم اللون ويجيكم اللون ديالو برتقالي. نديرو فوق من البوطه المده حتى الكافيه حتى يولي عندكم عاقد. وهنا راه كيف ما كتشوفوا قلبتها لقيتها بدات كتجمد، يعني قبل انني ندير على الطبقه الثالثه خليتها كتبرد غير حدايا ما درتهاش في الثلاجه، نسيت ما قلتهاش. ودابا غادي ندير الطبقه الثالثه ديال البرتقال كيف ما قلت لكم. تقدروا تضيفوا ملون بطبيعه الحال، انا زدت شويه ديال اللون هنايا لان مع النشا كتهبط اللون ديال البرتقال، ما كيبقاش هذاك اللون اللي كيكون برتقالي. صافي غادي نقاد الوجه ديالها بحال هكا. نحركوا المول ديالنا مزيان 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 ونقادو. بطبيعه الحال الكميه كيف ما قلت لكم راه كتبقى على حسب الكبر ديال المول. ودابا غادي نجيب الكؤوس باش غادي نقادهم، ولا تقدروا ديروهم تقدموهم كيف ما درت انا يعني في الكؤوس حتى هما كيجيو زوينين. وغادي ندير الطبقه الثالثه في كل كاس اللي انا خدمتهم. غادي نحتفظ بهم فوق البوطاجي
حتى يبردوا عاد باش نديرهم في الثلاجه. المهم هما هادو كما كتشوفوا كنقاد لهم الوجه ديالهم واحد الطبقه سخونه كتكون يعني قابله انها تقاد الوجه ويجي زوين. دابا غادي نحتفظ بهم غير هنا في البوطاجه، نخليهم حتى يبردوا تماما ونديرهم في الثلاجه. اهم حاجه البنات تخليوه واحد يعني على الاقل ساعه. انا رزربت عليه غير باش نكمل التصوير لانني كنت مزروبه. اقل ساعه، اقل حاجه ساعه غير في التحت، يعني مستحيل ديروا في المجمد كما كتشوفوا حيدتها بسهوله دغيا كتحيد من المول وصافي. قديتها غير بانت لي ما محتاجاش بزاف ديال التزيين كما كتشوفوا. درت غير شرائح من البرتقال في الكؤوس وحتى في هذيك يعني في التحليه اللي بحجم عائلي. دابا غادي نقطع معكم قريب باش تشوفوها من الداخل كي كتكون وتشوفوا انها كتهز يعني بسهوله، ما فيها حتى شي مشاكل. خليوها غير تبرد، ما تزربوش عليها، عطوها حقها يعني انها تبرد. البسكويت شبر في راسه صافي. هو هذا الشكل ديالها كما كتشوفوا، جات رائعه رائعه ولذيذه. وبالنسبه للطبقه الثانيه هي اهم من غير ديال البرتقال، اهم حاجه انكم تنكهوها. الا ما كانش عندكم هذاك الحليب ديروا نص حليب 3 معالق حتى ل 4 على حسب اللي بغيتو. غير شوفوا ردوا البال الحلاوه. ولا كبغيتو تزيدوا الشوكولاط ابيض حتى هو كيعطيه نكهه كتجي سهله وزوينه وكتجي لذيذه ومنعشه منعشه. جربوها في رمضان ان شاء الله ونتمنى تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ديروا لي بزاف ديال اللايكات باش يطلع الفيديو. شوفوا